بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله لا فيديو تاعي يلقاكم كامل بخير ومهنيين وبصحة مليحة يا رب العالمين. جبت لكم اليوم وصفتين في فيديو واحد. أه عفوا حبيباتي، قلت لكم جبت لكم وصفتين في فيديو واحد. جبت لكم سموذي التمر صحي وبزاف بنين، وجبت لكم وصفة تاع كبدة مشرملة ولا كبدة صوتي بطريقة سهلة وتجي بزاف بنينة. تحبوا ديروها بكبد الدجاج ولا تحبوا ديروها بالكبدة تاع الخروف، كيف كيف راح تجيكم نفس النتيجة بدرسة بزاف بنينة وبتتبيلة رائعة. نبداو حبيباتي بالوصفة تاع الكبدة. انا هنا عندي شوية تاع كبدة قصيتها دي مورسو، زدت عليها شوية تاع زيت وشوية تاع ملح، يعني على حسب الكبدة تاعكم ولا على حسب الكونتيتي اللي عندكم. فلفل اسود وبابريكا ولا فلفل احمر، شوية تاع كمون اخضر، ونخلطوهم مليح بالطريقة اللي راكم تشوفوا. قلت لكم على حساب الكبده اللي عندكم، تحبوا تاع الدجاج ولا تاع الخروف. انا هنا عندي شويه كبده تاع خروف، درتها بالطريقه هذه، ويعني نفس الطريقه نديرها مع الكبده تاع الدجاج. زدت ربيت عليها زوز ولا ثلاثه سنينات تاع ثوم. من جهة جبت المرميطة تاعي، درت فيها شوية تاع زيت وربيت لها حبة طماطم صغيرة وشوية تاع ثوم وطماطم مصبرة وشوية تاع هريسة اختياري، اللي ما تحبش الحار تستغنى عن الهريسة. ونقليوهم كامل تخي بيان كيما راكم تشوفوا حتى تعقد لاصوص طوماط تاعنا وطيب لنا. هنا في المرحله هذه زدت شويه تاع ملح وشويه بابريكا حاره ولا اللي تحب دير الحلوه، وشويه تاع فلفل اسود وكمون اخضر، يعني نفس لي زيبيس اللي درتهم قبيله في الكبده درتهم في لاصوص طوماط. هنا نزيد لها شويه تاع ما، يعني ما تكثروا لهاش الماء باسكو ما فيها والو، يعني ما فيهاش حاجه اللي لازم تطيب بزاف، جوست باش تعقد لنا برك لاصوص طوماط هذه. اذا كانت الطماطم تاعكم قارصه زيدوا لها شويه تاع سكر، سينو كي تقليوها مليح مليح هي والطماطم تاع الباطا راح تنحالها القروسيه كامل. من جهه خليت لاصوص طوماط تاعي طيب، وجبت الكبده هذيك درتها في المقله، درت لها شويه تاع زيت ونحاول نقليها. كما شفتوا الكبده رانا تبلناها مليح مليح وخليناها ترتاح شويه. بعد ما طابت الكبده تاعي جبت هذيك لاصوص طوماط بعد ما عقدت شويه وفرغتها على الكبده. يعني انا حبيت نديرها هنا نفرغها في المقله، يعني ما حبيتش الكبده نفرغها في المرميطه تاع لاصوص طوماط باسكو البنه كامل في الزيت هذيك اللي تقلات فيها الكبده. ونخليها تكتك بالطريقه هذه اللي راكم تشوفوا، نغطي عليها ونخليها حتى تشوفوها صفات الزيت تاعها كيما راكم تشوفوا حبيباتي. شوفوا ما شاء الله شهيتكم في الجنه كيفاه صفات الزيت تاعها. وهنا زدت حوالي نصف ملعقه تاع خل ابيض، هذا هو السر تاعها باش تجي بزاف بنينه. زيدوا لها قطرات برك حتى 3 ولا 4 قطرات نتاع خل ابيض. وهنا حبيباتي وجدت معايا الكبده صوتي تاعي، شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوها بالطريقه هذه وتعجبكم. قلت لكم سواء تاع الخروف ولا تاع الدجاج كيف كيف نفس الطريقه. وهنا نمروا الوصفه الصحيه تاعنا تاع سموثي التمر. هذا صحي بزاف خاصة للمرضى فقر الدم والولاد واللي ما عندهمش لابيتي، الولاد راح يحبوه بزاف. شوفوا هنا جبت هذه الدقلة الطرية خلاص هذه المعسلة،
ماذا بكم تخيروا نوعيه مليحه تاع الدقله اللي تكون طريه. جبت 2 كيسان، يعني راح نعطيكم المقادير المضبوطه بالكيل. 2 كيسان، بعد ما نحيت لهم العلفه بيان سور، درت لهم ننقعهم هنا في نص تاع في كاس ماء. شوفوا 2 كيسان تاع دقله بكاس تاع ماء سخون، ديروا ماء سخون. تمر تاعكم يعني تغسلوه من قبل، ديجا راح ننقعوه في الماء، تغسلوه كش ما فيه اطربه ولا نحيوهم وننقعوه في الماء هذا. قلت لكم 2 كيسان، يعني 2 كيلات بكيله، 2 كيلات تاع دقله ولا تاع تمر طري بكيلة تاع ماء سخون، ونغطيو عليه ونخليوه حوالي نصف ساعه في الماء هذاك. ومن بعد نجيبو نفرغوه في حاجه اللي راح نميكسيو فيها. انا حبيت ندير في الطاس هذا يعني باش ندير فيه لو بغا ميكسور، ما حبيتش ندير في حاجه واسعه باش ما يبقاش يطير لي منه من هي. ومن بعد راني بدلته، يعني جاني شويه صغير على لا كونتيتي اللي درتها بدلته. فرغت التمر تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي، وزدت علبتين تاع ياغورت. ديروا اي جو تحبوه، بصح من الاحسن ديروا فرويتي، يعني ياغورت تكون فخويتي كيما جنينه ولا اي نوع هذيك اللي فيها الحبيبات تاع لي فخوي. اذا درتو كيلة تاع تمر ديروا نص كيلة تاع ماء وديروا علبه واحده تاع ياغورت. واذا درتو 2 كيلات كيما انا ضاعفوا المقادير. صدقوني هاد السموثي بزاف بنين. ما كانش يعني بزاف اللي يعرفوه. انا اللي ذوقوا عندي ولا اللي ذوقوا عندي ما يعرفوش اصلا باللي راهو مخدوم بالتمر، ما راحش يبان خلاص باللي فيه التمر، يبان اون ديغي تاع البنان ولا حاجه هيك، ما راكمش راح تفهموها وش هي. حاجه بنينه وصحيه. زدت هنا الكاس الاول تاع الحليب، ديروا حليب يكون بارد ونميكسيو بلو بغا ميكسور ولا ديروا في الطاس تاع الجو. انا تفنينت يعني ما حبيتش نجبد الطاس تاع الجو، قلت خلي نديرو بلو بغا ميكسور برك. والوصفه هذه راني دايرتها يعني من اعوام، وراني حطيت لكم وجربتوها، حطيت لكم جبونس العام اللي فات ولا في لو جروب، وكنت حطيت لكم قبل عندي عفوا. الوصفه هذه مديتها لقداش من واحد يعني ونفعاتو وعجباتو. ان شاء الله حتى نتوما تجربوها وتعجبكم، خاصه الاولاد درك هذه الايامات بعد الاختبارات راهم غلبوا شويه مساكن. ديروا لهم هذه الوصفه راح تعجبهم، يعني تجيهم بنينه ومنها راهي صحيه وراح يريكوبيريو بها لينيرجي اللي يعني اللي راحت لهم في الاختبارات وفي اللعب تاع اليامات هذو نتاع العطله. هنا حبيباتي بدلت الطاس، درت في الطاس هذاك جاني شويه صغير يعني لحق لي حتى الفوق خلاص تاع لو بغا ميكسور. ونكملو نميكسيو يعني تري تري بيان حتى نشوفوا القوام تاع يعني نشوفوا التمر هذاك ترحلنا مليح مليح. ونزيدو الكاس الثاني تاع الحليب. هنا راني حاولت نكيل لكم كلش باش تعرفوا المقادير المضبوطه وانتم تتحكموا في القوام. يعني سموثي راهو يجي شويه ثقيل، ما ديروهش بزاف خفيف، يعني بالمقادير هذو اللي مديت لكم راح يجيكم القوام تاعو مليح بزاف. نعرفوا كامل بلي سموثي يجي شويه ثقيل ما يجيش خفيف. زدت حبيباتي الكاس الثاني تاع الحليب ونزيد نميكسيهم. وصفه سهله توجد ثم قلت لكم تحبوا ديروها في لو بغا ميكسور ولا ديروها في الطاس تاع الجو كيف كيف. زيد راهو وقت تمر وقت الدقله، يعني اليامات هذو اغتنموا الفرصه وديروها، وخاصه اللي عندهم فقر الدم راح تنفعهم بزاف. شوفوا القوام تاعو كيفاه يجي، يعني ما ديروهش خفيف على هكا. واللي يذوقوا راني قلت لكم جربوه وردوا لي الخبر، مدوه لولادكم وقولوا لهم واش مخدوم. درك تشوفوا ما راحش يفيقوا اصلا باللي فيه تمر، ما يبانش خلاص باللي سموثي تاع التمر. هنا عاود رديته في الطاس هذاك
وتقدموه يعني بالطريقه اللي حبيتو هكا برك، حبيتو تزيدو تخلطوا له شويه مكسرات، تحبوا تزيدوا له شويه تاع زبيب كيما حبيتو. وكما لاحظتوا حبيباتي الوصفه هذه ما فيها لا لا سكر لا والو، اكتفينا بالحلاوات تاع التمر هذاك فرات. انا قدمته بالطريقه هذه، زدت له شويه مكسرات من الفوق. شكرا حبيباتي على المتابعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.